الكلام ده ما كنتش عايز ان انا اقوله او حتى اعترف بيه قدام الكاميرا، ولكن للاسف انا مضطر ان انا اتكلم واعترف واقول بكل صراحه. لو فاكر ان النمو على السوشيال ميديا بيتطلب مونتاج نار، فللاسف انت بتحرق وقتك. بل ان الوقت الحالي هو افضل وقت تبني فيه براندك الشخصي، وده مش لان الخوارزميات طيبه، ولكن لان كل منافسينك بيغلطوا نفس الغلطه. انا قعدت اكتر من سنه براجع وبحلل محتوى اقوى مشاهير السوشيال ميديا، وقدرت اطلع منهم ب5 خطوات، واللي لما طبقتها على المحتوى بتاعي قدرت ان انا اوصل لاكتر من 40,000 متابع في اقل من 3 شهور. وبعدها جربتها على عملائي وطلعوا بنتائج اكبر. انا هنا في الفيديو ده مش جاي ان انا اقول لك كلام تحفيزي، انا جاي اديك 5 خطوات فعليه اذا انت قدرت ان انت تمشي فيهم بنفس المنظومه هتقدر ان انت تحقق نجاح قوي جدا على السوشيال ميديا. ولو حاولت ان انت تغير في ترتيب المنظومه هتقع بالكامل. اول خطوه هو ان المونتاج الاحترافي مش هو اللي هيكبرك، وهنا لازم تفهم ان البساطه مش عيب، العيب انك تكون بسيط وفاضي. في ناس كتير المونتاج بتاعها بسيط جدا، بل حتى ساعات بيتصوروا، ممكن يكون بيصور في عربيه، ممكن يكون بيصور في الشارع او في اي مكان خارجي، الا ان تتفاجئ ان الفيديو بتاعه بيحقق الاف وملايين المشاهدات. والسبب في ده باختصار هو ان انت الفكره اللي انت بتقدمها والهوك اللي انت بتستخدمه في الفيديو بتاعك هو ده العامل الاساسي اللي قادر انه يحرك اذا الفيديو بتاعك هينجح وهينتشر ولا هيقع من اول ثانيه. ده لان الايديت الاساس منه هو انه يشرح ويوضح الفكره اللي انت عايز توصلها قدام الكاميرا، وليس انه يعمل شغل سريع ومتحرك يبعد المشاهد عن الفكره اللي انت عايز توصلها الاساسيه في الفيديو. لازم تبقى فاهم انك لو هتعمل مونتاج بسيط لازم الجوده تبقى اعلى، وانا هنا مش بتكلم على جوده الاضاءه ولا حتى جوده التصوير، ولكن بتكلم على جوده الافكار والسكريبتات اللي انت بتقدمها. لدرجه ان انا شفت حسابات جايبه الاف وملايين المشاهدات لمجرد ان هو بس حاطط تكست على الشاشه، او حتى بيعمل سلسله عن المجال بتاعه. وهنا هنيجي للخطوه الثانيه، وهو ان القيمه العاليه تخلي الناس تحبك وتتعلق بيك اكتر. حط دايما في بالك ان الناس دايما بتسال انت هتساعدني ازاي، وكل ما بتحل مشاكلهم وكل ما بتقدم لهم قيمه حقيقيه ثقتهم فيك بتزيد، وكذلك بيبداوا ان هم يتحولوا للمتابعين عندهم ولاء كبير ليك. وعشان كده لازم تبحث عن الاخطاء اللي بتواجه جمهورك، الاعتراضات اللي بتقابلهم، وكمان الاسئله المتكرره. جابوا بقى الانفلونسر اللي بينزل وبيعمل محتوى متنوع وبالفيديو بينزل وبيضرب وبيجيب ملايين المشاهدات، فكل المنصات او كل الشركات بتبدا انها تتواصل معاه عشان تعمل اعلانات. خلاص الدنيا دي خلاص ماتت، واصبحت الخوارزميات بتركز اكتر على التخصصات. فلو انت متخصص في مجال معين انت اقوى واولى في الانتشار من الشخص اللي بيعمل محتوى لجمهور عام. وهنا انا عايز اوصل لك ان خليك محدد، اللي بيخاطب الكل محدش بيسمعه. وده هيودينا للخطوه الثالثه، اختار مجال قادر انه يتوسع ويكبر معاك. بمعنى اصح اختار مجال تعرف تحول متابعينك فيه لفلوس عن طريق حل مشاكلهم واعتراضاتهم اللي هي بتوقفهم. لازم تختار مجال واحد اساسي، ما تعملش مجالات كتيره مع بعض. سواء انت بقى بتسافر، بتعمل شغل فيتنس، بتتكلم في المطبخ، ما ينفعش ان انت يكون عندك مجالات كتيره مختلفه. ركز في مجال واحد اساسي وتخصص فيه. وهنا لازم تسال نفسك سؤالين: هل المجال اللي انت فيه تقدر تطلع منه منتج او خدمه تتباع؟ وهنا انا بتكلم على منتجات وخدمات قابله للتوسع من غير ما انت وقتك يتضاعف معاها، زي الاشتراكات وزي الكورسات بتباع لعدد كبير من الناس من غير ما وقتك يتضاعف. تاني سؤال لازم تساله: هل المجال اللي انا شغال فيه قابل للتوسع ولا غير قابل للتوسع؟ زي بالظبط الهاند ميد، حرفيا سقفه هو انتاجك. وده هيودينا للخطوه الرابعه، وهو ان الاستمراريه الصح مش مجرد نشر وخلاص. ان لازم تفهم ان الخوارزميات بتحب اللي بيظهر كتير، ولكن بشرط انه يكون مفيد. لازم تبقى فاهم ان الاستمراريه لوحدها مش سحر، ولكن هي المفتاح اللي بيفتح لك باب الخوارزميات وبيخليك تكبر على السوشيال ميديا. زي عميل بعد اكتر من 6 شهور من شغلنا على محتواه، الفيديو اللي كان جايب 200 مشاهده حرفيا جاب مليون مشاهده. وده بسبب حاجه واحده بس، هو انه استمر في النشر لحد ما الخوارزميات بدات ترفع المشاهدات بتاعته. وبعدها لما قعدنا نعمل اعاده نشر للفيديوهات القديمه اتفاجئنا انها بتحقق نتائج خرافيه جدا. وهنا لازم تبقى فاهم ان جوده المحتوى اللي انت بتنزله مع الاستمراريه ومع الوقت قادر يحقق لك نتائج مرعبه جدا على السوشيال ميديا. وده هياخدنا للخطوه الخامسه، وهو ان فيديوهات الريلز لوحدها مش كفايه، اللونج هو اللي بيبيع. وهنا لازم تفهم ان فيديوهات الريلز بتعمل نمو اسرع وانتشار اسرع، ولكن هي بتكون ثقتها اقل وبتحقق مبيعات اقل، بعكس فيديوهات اللونج فورم بتقدر انها تبني ثقه اسرع وبتبني علاقه قويه بينك وبين جمهورك، وبتكون اسهل في اقناع المتابع بتاعك في انه يشتري منك الخدمه او المنتج اللي انت بتقدمه. فهنا فيديوهات الريلز بتساعدك ان انت تتشاف وتنتشر، بعكس فيديوهات اليوتيوب اللي بتكسب ثقه جمهورك بشكل سريع وبتسهل عليك انك تبيع له المنتج بتاعك، لانه حرفيا بيجي لك وهو مقتنع بالخدمه اللي انت بتقدمها بعد ما اتفرج عليك على اليوتيوب واقتنع بالكلام اللي انت بتحاول توصله له من خلاله.
تخيل مثلا لما يبقى فيديو واحد على اليوتيوب مدته 10 دقايق اتفرج عليه 1000 شخص، ده هيبيع اكتر ولا الفيديو الريل اللي نزل وجاب 1000 مشاهده؟ تتوقع ايه الفيديو اللي هيأثر اكتر على الجمهور اللي اتفرج عليه؟ طبعا وبشكل قاطع فيديو اليوتيوب اللي هو جاب 1000 مشاهده، لان ال10 دقايق اللي الجمهور بتاعك خد منه وقت عشان يتفرج عليه قدر انه يقتنع اكتر بالخدمه اللي انت بتقدمها. وهنا هنيجي لقاعده عامه من قواعد البيع، وهو ان المشاهد بيتطلب منه الامر كمتوسط عشان يقدر ان هو يقتنع بالخدمه بتاعتك ويشتريها 7 ساعات متواصله. فطبعا انت لو جيت قلت 7 ساعات كفيديوهات يوتيوب، الموضوع اسهل بكتير في التاثير على جمهورك من لو انت بتتكلم عن فيديوهات الريلز. لك ان تتخيل ان فيديو اليوتيوب اللي ممكن ينزل يكون مدته 7 ساعات محتاج تعمل في المقابل 420 فيديو تقريبا عشان توصل لنفس التاثير اللي موجود على اليوتيوب. فطبعا ايه الاسهل ليك انك توصل اكتر لعليك جمهورك؟ طبعا وبشكل قاطع فيديوهات اليوتيوب. ولو حاولنا ان احنا نربط الخطوط دي كلها مع بعضها نلاقي ان افضل حل لينا ان احنا نعمل على الاقل 4 فيديوهات يوتيوب شهريا، ومن فيديو اليوتيوب ده هناخد من 3 ل 5 ريلز يتنشروا خلال الاسبوع. وهنا كل ريل هيكون هدفه انه يسحب اليوتيوب عن طريق ان جمهورك يعلق بكلمه معينه فياخده على فيديو اليوتيوب. خلينا نلخص كل الكلام ده مع بعض في سطر واحد. انت مش محتاج مونتاج قوي، انت محتاج فكره قويه زائد مجال يتباع زائد استمراريه، فيديوهات طويله وفيديوهات ريلز. ولو عايز تتعلم ازاي تبني استراتيجيه محتوى كامله، افكار زائد سكريبتات زائد جدول شهري، اكتب لي تحت في التعليقات.